يسخر بالعلماء من قديم الزمان، لكن للاسف كاين كلمه للشيخ البشير الابراهيمي رحمه الله، كان يقول الجزائر تتنكر لعلمائها، ويقصد بالجزائر يعني الشعب، الناس. احنا عندنا واحد الفكره السلبيه انه كل حاجه تخرج من بلدنا ماشي مليحه. ما عندناش علماء، ما عندناش ادباء، ما عندناش مفكرين، ما عندناش، نحبوا البراني. احنا نقطه الى السطر. احنا الجزائر ايها الافاضل من قديم الزمان فيها علماء والحمد لله. ابدا من رائد النهضه الفكريه الشيخ عبد الحميد بن باديس وجمعيه علماء المسلمين واخوانه، هذو كبار العلماء، وهذا لازم نعلموا الشباب تاعنا اليوم. الحمد لله كاين صحوه، نعلموهم نربطوهم بهذ العلماء. احنا عندنا كبار العلماء اللي ماتوا رحمه الله بقيت اثارهم وما زال لهم احياء اليوم. قلت لك من كبار اهل العلماء في بلدنا هذا علماء الجمعيه، الشيخ بن بادي، الشيخ البشير الابراهيمي، الطيب العقبي، العربي التبسي، مبارك الميلي، علي مغربي وغيرهم، بعد سبيل المثال ماشي سبيل الحصر. ومشي ومن فقهاء اللي راهم مظلوم كثيرا في بلدنا من بني جنسه للاسف الشديد رحمه الله، فقيه المالكيه وكان على عقيده ومنهج سليم، الشيخ احمد حماني رحمه الله. هذا يا اخوان من كبار العلماء. للاسف اليوم الشباب ما يعرفوش يروحوا يجيبوا لنا من الشيخ احمد حماني. كان الشيخ بن باز رحمه الله كيكون ملتقى الفقه الاسلامي، هذا كان ملتقى يقام كل سنه في الرياض. كان كيوصلوا المسائل المالكيه يقول لهم لا احد يتكلم الشيخ بن باز، يحيل الكلمه للشيخ احمد حماني من اعلم اهل الارض بالمذهب المالكي. احنا في الجزائر ما يعرفوهاش الا القليل. علاش؟ سبحان الله، البلد هذه ليست عاقمه تالي للعلماء كغيرها، لكن معروف المغرب العربي كله، المغرب العربي خاصه احنا كثير منا يتنكر لعلمائه. هذول ماتوا، هذول نربطوا الشباب بمثل هؤلاء. معليش نسمعوا العلماء المشارقه، علماء اجلاء، بصح ما ننساوش تاعنا كذلك، لانهم قدموا للاسلام وللعلم الشرعي خدمه كبيره. وكاين اليوم كاين مازالهم احياء، كاين حتى اطارات، والله يا اخوان كاين اطارات اليوم في وزاره الشؤون الدينيه. قبل ما يكونوا اطارات كانوا طلبه علم، عندهم من العلم الله به عالم، الناس يقدروا ينفعوا الامه. ومن امثال علماء الجزائر كذلك الشيخ بن حنفيه، ده من ولايه معسكر ولا يزال على قيد الحياه اطال الله في عمره، من كبار العلماء. شيخنا الشيخ عبد الحليم توميان، من الناس اللي تنفع الامه. هذو ما لازم نربطوا الشباب بهم، والحمد لله. وكاين الشيخ السنوسي ربي يحفظه، اصولي، يعني من كبار اهل العلم. الشيخ فركوس كذلك، يعني من الناس اللي ينفع الامه. هذوما علماء الامه. اليوم خاص الجزائر، نتكلم عن الجزائر، وكاين مشارقه الحمد لله، بصح ما نساوش الخير تاع الامه تاعنا خاصه في بلدنا هذا. ونسمعوا المشارقه كالشيخ الفوزان رحمه الله، الشيخ عبد المحسن العباد اللي ما زالوا احياء، واللي ماتوا كالشيخ الحيدان، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني. هؤلاء كبار العلماء، هذول نربطوا الشباب بهم، ماشي مثل الصعافقه اللي راهم اليوم. لازم اليوم كاين صحوه اليوم، ويقول لك علمونا من هم العلماء الامه. هذوما علماء الامه في بلدنا وفي غيرها، وهذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. فالجزائر ولاده بالعلماء قديما وحديثا وتبقى الى قيام الساعه الحمد لله.